هذا واحد من الشروحات المهمة اللي ممكن من خلالها انك تقلل استهلاك شحن الجهاز او بطارية الجهاز. في بعض المميزات تحتاج انك تسكرها بشكل مؤقت او بشكل دائم. تبي تعرف شنو هذه المميزات؟ شوف الشرح وياي. اول شيء عندك يحتاج انك تدخل على الاعدادات، بعدها راح تروح صوب عام، بعدها راح تروح صوب تحديث التطبيقات والخلفية. ركزوا وياي، ما يحتاج انك تسكرها بشكل كامل. اللي ابي منك انك تدخل على التطبيقات اللي انت ما تحتاجها تسكرها، مثلا مثل ما تشوفون تخلي البرامج او برامج المحادثه والبرامج المهمه فقط بالشكل هذا. بعدها من نفس المكان بالاعدادات راح تروح صوب خلوي، بعدين راح تنزل تحت اخر شيء. عندكم البعض راح تطلع له 3، البعض راح تطلع له 2، والبعض راح تطلع له 1. سكر هذه اي كلاود درايف، سكرها. وعندك النسخه الاحتياطيه راح تطلع لكم بعد، هم سكرها. والشيء الاساسي والمهم مركز التحكم، عندكم الواي فاي والبلوتوث، حاول انك تسكره بالشكل هذا. طبعا اذا ما عندك سماعه او ما عندك ساعه سكره، ماكو اي مشكله. وهم بعد عندك اللي هو الارسال السريع او الاير دروب، حاول انك تسكره بالشكل هذا. وبالحاله هذه ممكن انك تحافظ على بطاريه الجهاز بشكل ملحوظ. واخر نصيحه، حاول انك ما تستخدم الجهاز بالاماكن الحاره. سؤال بالنسبه لكم، هل تعتقدون ان فعلا التحديثات اللي توصل من ابل بشكل رسمي تأثر على عمر البطارية أو على أداء البطارية، ولا الأمر هذا غير صحيح؟